حركة ذكية بتسويها منصة ميتا في استهدافك الدقيق، سواء كنت على صفحاتك الشخصية، سواء على فيسبوك أو انستغرام، أو حتى على صفحاتك التجارية على فيسبوك. خليني اليوم أكلمك عن حاجة اسمها أكاونت سنتر، وكيف إنه يستهدفك فيسبوك في أي مكان كنت وعلى أي منصة. فيسبوك بيتعامل معك على أنك شخص، سواء كان عندك صفحات كثير أو حسابات كثير. لو تدخل على إعدادات حسابك بتلاقي حاجة اسمها أكاونت سنتر أو مركز الحسابات. بتلاقي أنت تعتبر مركز حسابات، ولو حتى عندك مجموعة حسابات. خليني أضرب لك مثل. مثلا أنت عندك 5 حسابات على انستغرام، وعندك كذلك 5 صفحات على فيسبوك، إلا أنه أنت حسابك الشخصي واحد، فهنا فيسبوك بيتعامل معك على أنك شخص واحد، وبيستهدفك في كل حساباتك على أنك هذا الشخص الواحد. وبهذه الطريقة إعلانات المعلنين بتستهدفك وين ما رحت في هذه الحسابات. أنا لاحظت مرة أني كنت ضمن جمهور يعاد استهدافه، بمعنى أني طلبت خدمة من إحدى المتاجر، وهذا المعلن تبع هذا المتجر قام بإعادة استهداف الجمهور اللي أنا ضمنه. فانا الاقي اني ادخل صفحاتي على فيسبوك، وادخل على حساباتي على انستغرام، الاقي الاعلان ظهر لي في كل هذه الحسابات في كل هذه الصفحات، بما انه انا نفس مركز الحسابات هذه. فتلاقي هنا ان الاعلانات يعني وصلت الى مرحله عرفت انه انت شخصيا، هو اوريدي قد كانوا عارفين، بس هذه الحركه بتساعد جدا المعلنين انهم يوصلوا للشخص هذا نفسه، سواء كان يقضي اوقاته على انستغرام على اي حساب من الحسابات، او على فيسبوك على اي صفحه من الصفحات. وهذه صراحه نقطه تنضاف الى قاموس ميتا القوي جدا في الاستهداف. اذا حاب اني توصلك مزيد من هذه المحتويات المتخصصه في مجال التسويق الالكتروني والاعلانات، سجل اعجابك بصفحه الاحمد وتابع حسابنا. واذا عندك اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وباذن الله برد عليك. بالتوفيق.